مرحبا بكم في فيديو جديد يا جماعة، وفي مدينة جديدة في قلب الخضار. يس، وأنا موجودة في جبلة محبوبة العرب ومحبوبة الخليجيين. قررت اني نمشي الجبلة رود تريب، فاستأجرت سيارة من باكو، واستأجرت السيارة هذه عن طريق موقع اسمه ديسكفر كار. عليها عن طريق موقع خاطر بعد ما ثبت وتأكد اللي احسن برايس قيتهم على الموقع هذايا في ديسكفر كار، وانه يعطيوك المعلومات الكل ويكون كل شيء واضح قدامك، ما يزيدوش كل مرة معلومة جديدة. فاستأجرت السيارة هذية. الويب سايت هذايا تنجم تستأجر به اي سيارة في العالم، فنحط لكم اللينك متاعه في الديسكريبشن. ويلا يا جماعة نكتشفوا مع بعضنا جبلة ورود تريب 3 ساعات، وقعدوا معايا لاخر الفيديو تعرفوا ليش اخترت سيارة احسن خيار بالنسبة لي باش نجيب بيه الجبلة. حلاوة حلاوة حلاوة، مش هي دي، لا هي دي حلاوة. ما تمشيوا يا جماعة هكا معناها بعد فترة توليو تلقاو رستورانات، تلقاو هيك الكشاك يبيعوا التاي متاعهم. على فكرة قعدت كثير باش وليت نشوف في الخضار. على الاول الكل صحراء معناها ما فماش خضار، بعد تو وليت نشوف في الخضار. وصلنا لأول مكان يا جماعة اللي هي بحيرة نهرقول. شوفوا الجمال، يلا دوريلكم. واو ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا البحيرة بين الجبال والفيو. تو الصباح على فكرة معناها عرفت تشوفوا الجبال مرسومة على البحيرة. أم بالطبيعة مستغلينها استغلال سياحي ما نحكي لكمش. البحيرة هذه عاملين فيها شوفوا مطاعم، كافيات، عاملين فيها زادة، عاملين فيها هذوكم كيما الكاياك البسكليت، يمشيوا فيهم في وسط البحيرة. المكان جميل. انت جيت تعمل راحة. انا جيت الصباح نتخيل المكان هذا في العشية يكون فول يعني معبي. شوف عاملين زادة للتصوير اكيد بالفلوس هذية، عاملين هذا، عاملين غادي قلب، خادمينها بالكدا، عاملين فيها سياحة، مستثمرين استثمار كبير. شوفوا يا جماعة غادي عاملين كل تخييم يمكن ولا مش عارفة. الطيور، الأجواء الحق جميلة. منيج للأطفال في وسط البحيرة، ألعاب للأطفال. والله استثمار 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 يا جماعة. الفكرة هذه منتشرة جدا في أذربيجان. عرفت تبدأ في ريستورانت ولا حاجة، فما كراسي وطوابل برا، وفما هكاك الغرف، تاخذ الغرفة اللي تحب عليها وتبدأ فيها طاولة تنجم تاكل انت وعائلتك، فبتكون انظر بالبلار وفي نفس الوقت تكون وحدك، معناها تحس المكان مكانك. جميلة. بيع شوف هذا ديكوريشن، ديما يعملوا حاجات كيما كيا يدخلوا فلوس. متخيل هذا بواحد مناس ولا مش أكثر. يبيعوا العسل زيادة. هذا تي حشيش. جميل. الزعفران، والله معروفين بالزعفران، وكما قلت لكم الزعفران هذايا يمكن من وقت إيران وكل. شوف زعفران تأثر إيراني، هذايا الاتحاد السوفيتي روسيا، متأثرين بحضارات كثيرة يعني. وحتى عندهم
التركش مثلا حاجات متأثرين بها من تركيا، فمتأثرين بكثير حضارات. شوفوا الفيو قاعدة هذيك الجميلة كيما البايك هكايا يتجولوا بهم في البحيرة. عاملين هذه رامبو فلايت. شوفوا حتى مهتمين به المكان. هذه الحديقة، هذه البحيرة كل بالطبيعة، تويلت، كل شيء. طريق إلى المكان الثاني اللي هو شلال السبع جميلات. يلا نشوفوه. طريق مش حاجة يا جماعة، شوفوا أنا أوكي سوكي. وصلنا للمكان الثاني اللي هو 7 جوزل، اللي هو شلال 7 جميلات. وبالطبيعة عاملين كل شيء، الغلاء، الألعاب، كل شيء. إذا مثلا متخنيش العسل، مع المكان مشهور بالعسل، من تمشي تلقى العسل. هاي فوتو شي هذيك من الحشيش متاع البلاد. عندها الكرموس. وصلنا الأول للشلال. أنا شوف الطريق يا جماعة، شوف قديش من درس. أوريدي متعب. هذايا الشلال الأول. هذايا الشلال بكثير، هم بالطبيعة صيف تو معناها ما تلقاوش كبير. في عاملين مقهى هكايا، مقهى مقابل الشلال، والناس اللي تحب تقعد تشرب كويستي قدام الشلال. فكرة استثمار. تقييم المكان على 10. مكان في وسط الطبيعة وجميل وكل، أولا النية باش توصلوا صعيبة بالسيارة، وثانيا معناها مكسرة تقريبا، وثانيا الدروج اللي باش تطلع. نتخيل في الشتاء يكون الفيو أهم وأزيد. كي تدخلوا تلقاو الغلة، أنا الحق شاهي الكرموس ولا تقولوا روتين ولا احنا نقولوا له في تونس كرموس. طبعا الغلة الكل كرس كل شيء. أنا الحق خذيت كرموس اللي هو ب4 منات، نعرف اللي هو برشا، أما كان سياحي عادي معناها باش يكون أغلى. اسمعني، تعرضكم هذوما زاده، هذوما اللي ما يفهمش شنوما، هذوما غلة مجفة. انا الحق شريت كيوي، هذايا مشمش، هذايا رمان. هو الرمان باهي قليل، المشمش باهي. هذايا سيريز هذاك اللي الفوق. انا خذيت كيوي، نحب نجرب الغلة مجفة كيوي. خلينا نحلها ونجربها. خلينا نذوقوا الكيوي المجفف. يجي هكا في شكل ورقة مجفف. تصور قرص. واحدة منات هذي قرص. الناس اللي تحب القارص. اما حسيتش في مطعم الكيوي، لاش عاملينه منكه ولا الله اعلم. اما قروسية جربناها باش نعطيكم رأيي فيها. يلا يا جماعة، إلى سيارتي الحبيبة، طريقي إلى المكان القادم. يلا
ليل يا جماعة شوفوا، ما هوش أحسن حاجة يعني. طريق يتسمى هذا باهي، أما النص الفوقاني يعني تراب أصلا، وهكا تبدأ ماشي وتعرضك بقرة مسلمة يعرضوك في كل وقت. والله يا جماعة ما شاء الله هوني القطيع متاع الأبقار في كل مكان. هاكم تشوفوا ما شاء الله. سلامة سلامة، خلوني نتعدى حتى ما يشق عليا يرحم سامحنا أخت العجلة. شوف في وسط الشارع. وصلت الجبل ارتفاعه 4200 على سطح البحر. الجبل هذا اسمه توفان داك، وفيه المنتجع هذا مشهور في الشتاء للتزلج، وفي الصيف فيه الكيبل كار، وفيه هذوما الكتف وكات، هذوما مش عارفة شنو يتسميو، الكواد هذوما. فيه الكواد اللي تنجم تعمل بهم جولة في المونتين، وفي اكتيفيتي يعني نجم تعملهم. فانا جيت الحق باش نصور لكم لا اكثر ولا اقل. المكان هذايا في الشتاء يولي كله ثلج، والناس تجي هوني للتزلج. نحب نجي نشوف نحب نجي نعيش التجربة في الشتاء. ان شاء الله نرجع له في الشتاء الحق. جميل المكان. وهذايا جولة هذا المنتجع معروف، وهذايا الفيو كاملة دايرة بالجبل، والكيبل كار مازال يهز الفوق يعني يطلع الفوق. الحق انا مانيش سو اكسايتد اني نجرب التليفريك، اوريدي جربته ويمشي سلو، معناها مش هيك الاكتيفيتي اللي نفرح بها برشا. اما خليني نسألكم بقديش الكيبل كار هوني. وكل عادة معناها مستثمرين مقاهي كل شيء، عاملين هايكينج ماب. هذه كنت حب تمشي في المونتين. قلت لكم يا جماعة ب19 منات، 19 منات تطلع بيك الفوق وتهبط. بالطبيعة كل مرة تغرق. حتى جميل حتى تجي تقعد هوني جميل. شوف هيك المنتجع كيفاه مغلف بكله باللوح. اي حق اللوح وحده. شوفهم مع الجبال والمنظر الطبيعي. اي ما شاء الله. شوفوا يا جماعة بيتي وين. اي في قلب الطبيعة. هادي بعيد عليا بيت اخر. على فكرة يا جماعة البيوت هذم لو بادجت. البيت هذي تفرجوا عليها وتنقلكم بقديه. يلا افتحوا عينيكم. يلا مرحبا بكم. وهذه البيت حق فيها بساطة، فيها اما جميلة. شوف اهم حاجة عندي اني انا نطل على الخضار. جميلة البيت، جميلة وبسيطة وتطل على الخضار، هذا اهم حاجة. تعرفوا يا جماعة البيت هذية $20 فقط. اي نعم $20. كما في جبل تلقاو اكواخ اضخم بالطبيعة وفيلات $100 و$200. كما تنجم تلقى بيت كما هذا متواضع $20 فقط. فانا الحق يكفيني بيت كما هذا. المهم في وسط الطبيعة ونستمتع بالطبيعة كما هكا، يكفيني جدا.
صبيح النور. تعرفوا كل تركينة، كل شجرة، المكان كامل يذكرني بين دراهم، بين دراهم. اي 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 الاشجار والدنيا، حتى الكلب الكلوب هذايا موجود منه من عند دراهم. ما شاء الله. هي والله العظيم الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. قديش كنت محتاجة اني نقعد في طبيعة كيما هكا. تو وقت الانطلاق والرجوع الى باكو. يلا طريق العودة يا جماعة. السبب اللي يخليني نعمل رود تريب، شوف الطريق، طريق اصلا تستمتع انك تمشي فيه. ما شاء الله، الطبيعة والخضار. اي 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 ما شاء الله، أزواق. ثانيا نحب نعمل جو. أزواق اللي نعملها في الرود تريب، تبدا شيخ وحدك، وحيدة جديدة هكايا، ما تنجمش تعملها وكي تبدا في سيارة معك ناس ولا في الباص. شوف الطريق يا جماعة، اسمع شكون الصبيحة بعد القرآن فيروزيات، شكون هكا احنا استانسنا الحق. اي شوف الفيو، شوف الطريق، ما شاء الله. فاينلي يا جماعة وصلت لباكو بعد مسافة تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات ونص بالسيارة. وصلنا لباكو وحلقة قبلة وفات. ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله استفدتوا. نحب نقول لكم، خليني نحكي لكم على الطرق اللي تنجموا تمشيوا بها القبلة. فما كثير طرق، منهم اولا تنجم تتعامل مع شركة سياحة نهار ولا هوني اللي موجودين هوني نهار ولا نهارين، ياخذوكم معناه في رحلة متاع يوم ولا بيومين، ويدوروكم الأماكن وترجعوا بالباص. فما رحلات كيما هكيكا، فما رحلات برايفت تتفاهم مع درايفر وهو يوصلك ويهزك الأماكن السياحية. وثالث حاجة، كان تحبوا شركة سياحة من اللي انتم في بلادكم ولا حاجة، تواصلوا معي على انستغرام في الموضوع هذايا. واخر حاجة اللي تكون فيها حرية اكثر وانتي حر نفسك وتمشي وين ما تحب وتعمل ما اللي تحب، اللي هي تستأجر سيارة. وكما قلت لكم استأجرت السيارة هذه على ديسكفر كارز، اللي باش تلقاو اللينك متاعها في الديسكريبشن. وهو حق احسن خيار، لانه لا ينجموا يتحايلوا عليك شركات تأجير السيارات، لا يزيدوا ياخذوا من عندك كما نقولوا ضمد اخر. كل المعلومات اللي باش ياخذوها من عندك وكل المستلزمات تلقاهم في الكونتراكت اوريدي قبل ما توصل لشركة التأجير. وقت اللي تعمل بوك معناها السيارة متاعك، يبعثولك معناها الكونتراكت متاعك. فالكونتراكت فيه كل شيء، ما تستحقش انهم يتحايلوا عليك. ولا حتى كان هما مشيت غادي سيارة هذوكم مثلا شركة تأجير وقال لك باش تزيد فلوس، قولوا لا انا قصيت في السيت في الفلوس الفلانية ما نزيدش. كان ما حبش وكل تتصل بديسكفر كار وهما وقتها يحلوا مشاكلهم معاهم معناها ويرجعوا لك فلوسهم. فضمان كله، وفما فول كافرج. كان الله لا يقدر فما اكسيدون ولا حاجة ولا فما حادث، هما يعملوا فول كافرج معناها انت تخلص ومن بعد هما يخلصوك كامل، يرجعوا لك فلوسك. فانا من رايي من احسن الخيارات الحقيقة. اكثر مرة تشجعت فيها اني نستأجر سيارة وقت اللي عرفت المعلومة هذه. المهم يا جماعة ان شاء الله عجبكم الفيديو. اهم حاجة تعودوا رايا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. وفي فيديو قادم